الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله إن كل مية هلكن ندوده هلكن كبلابانيسا شعار كذا هذا اللي نوش شيء وتلمان لوجا دقي حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني وحين تصينيسا ومدى مسلم كان لقصه بلابه إمام كودا إلى قفك أوه سيئة قف وحما تراه كمجره قف البوا مسؤول وراعي وحبا الله دري وقوسار وحي الله درينا ولا ويدينيا هدو يهي لب يهدو يهي ندك هدو يهي قف دائر يهدو يهي قف وين كل بمسؤولية أيها لقربا سيدا درادد وحال الربا مسؤولية إيدا إنان دارينو وخاصة مسؤولية الدعوة ومسؤولية آدية وين أو شرف له ووظيفة الأنبياء ويه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا جاي عدي الرعد بطريقة سيدتك أبويا ريسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم شقدي وقبنا يوي وشقدي نبي محمد وقبنا صلى الله عليه وسلم. لذلك قف كستوى إنه مسؤولية دريما ابن الأنباري أيا وحليه لا يخلو مسلم قف مسلمي كما خالئها من الدعوة إلى الله إلهي دتك إنه أغير محايا لوحيري إذا قرأ القرآن فقد دعا إلى الله بما فيه هذا القرآن ككلية أخريه يعني إنه كفايا أو دعوتي كبدو قاضي. لذلك قفك مسلم كأه وحال الرباء سيدا سكر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاء الصحابي الجليل وحوليه هاي يعني وحوي ميت الأحياء أيوة المامي يعني ذاتك النول قوة دنتي وحوي واقف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا معروفنا ما يقانه منكرنا ما انكريه. لذلك وحال الرباء مسؤولية دا إن لوكعه نبينا صلى الله عليه وسلم دتك ربيي هجرتي كلية هدا في رسد يعني أمدك الشقينيسي يعني وحويه واديابيسا يا أسماء بنت أبي بكر أو جبرة أياك الشقينيسا أنت دي بيوديارنيسا ويوحر حريسا سرتو دي بيقارنيسا كالم بيقادنيسا إيادو قوبت الدجال كل جوجو أيان إن هذا صو إسلام أيا مركز النبي جو إيمان أيا صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ومحان قبتا وحال أورنيا واحد مسلم كأوقبن كرتد أوقبه مركزه قال دي كل جبينيا أنتو ورك أوكل قاب يعني مركز قفك مسلم كا وحال ربا إنه كالم بوحيو وحال ربا قف مسلم أو أحمد ترى ميل إسكفرديا أن أمد كوب شهو عانين كرين لما يقانو. لذلك وحال ربا مركا هداد إلهي أقرقارتد دينتي سكش قيسد أمد أخذ ميسد إلهي بكوه لنا يا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم هيلك إلهي ساسد كوه ليسا. لذلك وحال ربا إناد نقطد قف واحترأ وكالم بوحية إن شاء الله تعالى مؤسسة الإرشاد وسوق بنقابسي رنتي مانتي أيو إيسو شيخ أستاذ برهان إن ندودان بلابان إيسو المؤسسة وابقادينينا وأنا شقاء هذه آدو مهمة علماء صو سفرتي وهذا إن كلف ديان شيخ عبد الحي دكتور محي الدين أيقنا وسود وينينا وحللنا إن شاء الله تعالى سود وهذا بلد كبلد كي نواية دد كي نواية علماء دي دلكاتهين ددك إن شاء الله تعالى خير كأشياء سود وهذا وسود وينينا شيخ عبد الحي وحنو ملاينا يا وهو رئيسو كايدن بيسي أنا قلنا يرى سيديتن كي يبقى نبا يسو كايدن بيسي سي عابران مرحمر بربرك كبعدي السقو صلاني عاوي رنتي نوع هاي مركا إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم نحلنا سود وهذا ندودنا هلقا فائديسو إلهي سبحانه وتعالى وحنكر رجينينا إنان كل جير نقولنا ضد مسؤولة وليبا إننا أو صومالية وأتقرنا إنسان دل كانوا سوي هاي ودد كانوا قبيالات السباب بيئي أو واحد إنه هجاك سنة أي سنجرين مركا قيبتود مركا عدينا عايدة صومالي وحناقيسا يور مسافرين بسايري كل جير وحناقينا لكن أفكار ويسوء أمانة وحلا إنه كل شيء إننا يسوق جيسنا حقيقة مركا لا شيء يعني دل كنوع عاصي إننا الربا إننا كشقينه إننا الربا إننا كأذيقنا
innagaa la rabaa inaynu dadkeenna islaaxinno oo hagaajinno marka u horraysa naftaada ka bilow ka bacdina waxaa la rabaa inaad qof khayrka gudbiye noqotid oo ummadda aad meel u buuxisid waxaan idinka waaninayaa oo kale ummadda muslimka ah waxba ha ka sheegina ummadda muslimka ah waxba ha ka sheegina dadka muslimka ah haddaa wadaad tahay oo xaafidul qur'aan tahay wallaahi waxaa laga yaabaa dad caama inay kaa fiican yihiin oo ilaahay rasuulkiisa kaa jecel yihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa qiso aan akhriyay mar horeeto dhowr jeerna aan sheegay imaam abu xaniifa ayaa waxaa daris la ahaa nin shaarib alkhamri ah khamrada aad u caba soomaalida annaga waagaa yaryar alkuliista dhihi jir alkuliista ah ayaa daris la ahaa marka ninkaa wuu waaniyey waanadii waa ka qaadan waa aad buu imaamku u dhibsaday dabeetana wuu gooyey wuu iskaga tegey isagoo dhib uma geysan ma caayin wuu iskaga tegey ninkii waa dhintay abu xaniifa janaasadiisii ma tegin janaasadii markuu ka baaqday ayaa manaam lagu tusay riyow ku arkay ninkii wuxuu arkay ninkii dhar qurux badan qaba meel qurux badan fadhiya aad buu ula yaabay abu xaniifa war ninkan soo ninkii ma aha quruxda ka muuqata maxay tahay xaaskiisu u yimid wuxuu yidhi ninkaa inuu shaarib alkhamri ahaa waa aqaan bal iiga warran waxay tihi ninkaas aniga wax khayra kuma aqaano laakiin hal khayr buu lahaa muxuu ahaa buu yidhi maalin kasta oo jimco ah nin xamaashu ahaa isagoo shaarib alkhamri ah lacagta wuu urursan jiray maalinta jimcaha ah ayuu agoonta xaafadda joogta oo dhan qada u samayn jiray maalintaasuu agoonta la qadayn jiray timuhu u salaaxi jiray yacni waxaa weeye maxaan ku leeyahay agoontaasuu ka qoslin jiray wuu ka farxin jiray markaasuu imaamu abu xaniifa wuxuu yidhi haddaan gartay sirta meesha ku jirta lidaalika dadka muslimka ah ha kaa nabad galaan awliya ilaahay baa ka buuxda ilaahay rasuulkiisay jecel yihiin hadday wax ka khaldan yihiin maaha ilaahay rasuulkiisa inay necab yihiin sidaa daraaddeed waxaa la rabaa waxa ka khaldan inaan u saxno ummaddaasna aan soo dhowayno culimmada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay soo dhowaada hadda ka hor waa idinka hor imaan lahay laakiin khaladka waxaan saaraya mu'asasada irshaad iyo ustaad burhaan iyo raggaas inay hore noogu sheegaan ay ahayd markaasaan culimmada hore ugu imaan lahayn haddana insha allah waa wada joognaa waa is arki doonnaa waa idin soo dhowaynaynaa baaraka allah fiikum ilaahay idin barakeeyo miisaanka xasanaadkan allah idinku daro wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu